مساء الخير، مساء السعادة، شمس تسقع في الراس صقع. الحمد لله. بس ستيل يعني لما تطلعون ما تحسون الكتمة، عرفتوا؟ إيه؟ ما تقدرون توقفون يعني. الحمد لله. أمس الجو يجنن بالليل. هاي، قبل لا أحضر نفسي للمطار حط عنايتي اليومية في أنبولات الشعر. أهم شي بنات لا تنسون تكملون الكورس كامل. يا ويلي، كل ما أناظر حواجبي لا إله إلا الله. قصيرة إن شاء الله، أنا والقائد أحمد أخوي بروح كم يوم إجازة قصيرة وراجعة. بس ودي أقول لكم عن شنطي اللي صرت أستخدمها من تالي. أمانة يعني جبت أفضل الشنط اللي ممكن تمر عليكم، من أفضل البراندات إلين أقلها وأرخصها، وما صرت أستخدم إلا الرخيصة، لأن لا تتكسر، قوية تتحمل، عكس البراندات اللي دفعنا مع الأسف الشديد عليهم مبالغ كبيرة، وهذاهم يسمعون حسكم، اللي كفرها طاير، واللي مشلوخة من الجنب مكسورة، واللي خلوها على الله. فهذه أخذتها من بريمارك أمريكا، قسما بالله إنها كد ومد، ولا عد أستخدم إلا هذه. أشوى عندي مو بس واحدة، عندي 4 منهم، وتكفي وتشيل، ولا عد أستخدم إلا هذه. رحت مارك سبنسر وأخذت من الثيرمال اللي موجود عندهم. أخذت شيء طويل، شيء قصير. هذه كمها قصير، هذه كمها طويل، لأن صراحة المكان اللي أنا رايحة له أول مرة أروح له، ويقال إنه برد، بس ما أعرف الجو إيش بيكون، هل أتحمله هل ما أتحمله. فأخذت معي احتياط، ثيرمال مرة ثقيل وثيرمال مرة خفيف. وهذول أنا بنات يعني عادي أستخدمها as توب، يعني ألبسها من داخل كتوب بدل ما ألبس توب وفوقه جاكيت وهالأشياء، عرفتوا؟ طارات، محلات الجوالات، محلات يعني في كل مكان بتلاقونه. شوفوا، في حق كل المدن اللي تروحين لها، ما تتوهقين. وفي برضو حق الشاحن، وهذا الثاني في حق التايب سي بعد. أفتحه وأوريكم إياه، أصبروا. كيف يجي شكله بنات؟ حافظة. اوكي، هذا I think يمكن أخذته من مطار البحرين آخر مرة سافرت. اصبروا بفتحه وأجيكم. كم طبعا كل أنواع ما أعرف إيش يسمونها، بس الأفياش موجودة في واحد. أوكي، 1، وهذا 2، وهذا. اترك الحوسة أمل، خلاص. أوكي، علق. يصير أستخدمه بإيد واحدة. بعدين هذا الأخير، هذا حق أمريكا، تضغطينه من هنا يرجع يدخل. أوكي، ختامه مسك، شايفين مني؟ شوفوا وش فيه بعد، USB وتايب سي. هذا تايب سي وهذا USB، أكثر من فتحة، يعني حتى يمكن ما تحتاجين تاخذين معك شاحن، كل شيء فيه، حتى حق الاستشوارك اللي بتاخذينه معك، الأجهزة اللي بتاخذينها معك، كل شيء موجود.
مرة حلو وعملي، من أحد الأشياء المهمة اللي أحب أخذها معي بالسفر. ما أصغر بس ما في تايب سي، بس يو اس بي، وهذا في تايب سي. ما أصغر بس ما في تايب سي، هذا مو عملي لأني أحبه بس. البيت عندهم حملة تجفيف. طبعا أنا لو ما أدخل مطبخ يعني كل الأشياء ما أدري عنها. قررت إني إيش يا هنوف أي أطبخ مع حملة التجفيف هذه. اليوم بنات جاي على بالي أسوي مكرونة بشاميل، طبعا بطلب من البنات، يمكن أكثر شيء يحبونه خواتي هذا الشيء. فنانة في بعد العصيدة، فنانة بعد عمري. ندوب، لا أموري تمام هنا. ندوب الزيت، بعدين يا بنات نحط يا طويلات العمر والسلامة الطحين. لا تسألوني عن المقادير لأن أنا حقي نول، عرفتوا كل شي دباغي. وهنوف قاعد تهاوشني تقولي كذا، خذي طيب لعيونك ها بس. هنوف ايش فيك؟ اوكي تقولي هذه صح. هنوف انا رفلة اعترف، يعني ما اعرف هذه سوالف الاتيكيت واشياء كيوت ولا ما ادري ايش، ما اعرف. بعدين بنات تضيفون عليه اي نوع من الطحين على الزبدة وتحركونها لما تصير متماسكة مع بعض. بعدين بنات تضيفون عليه اي نوع من الطحين على الزبدة وتحركونها هذا بنات الطحين مع الزيت يصير بهالطريقة. بعدين اجيب عليه الموية مع النيدو واحطهم فوق بعض او على بعض، يعني زبدة مع بعض تكفي. هذه هنا ايش يسمونها؟ موية حارة. بعدين بيت هذه موية حارة مع 5 ملاعق نيدو. حلو، راح اسوي المقدار هذا مرتين وراح احطه على زيت والطحين اللي سويته قبل شوي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقدار الاول. الثاني بس احركه مع بعض لما يذوب النيدو وارجع احطه. يا انكم اليوم تقولوا لي امل اخر مرة تطبخين لا تدخلي المطبخ، يا انكم بتقولوا لي ادخلي المطبخ كل مرة، لان يعني الوضع عندي غير محتمل. اوكي نسيت اهم فقرة اللي هي فقرة الجبن، وانا قلت لكم خلاص نحط فلفل اسود بعدين خلاص. لا خلاص لازم نحط جبن مع الخلطة، لازم. اضفنا البيض، بيضتين بنات، حطيت فلفل اسود، باقي الجبنة. بعدين نقعد نحرك فيها على نار هادية لين تجمد. جبنة انت تحبينها يفضل كرافت، يفضل حطي لك 5 ملاعق جبن بس. راح نجيب الميكسر بنات عشان كل شيء يندمج مع بعض، وبعدين نقعد نحركها لين ما تجمد وتصير ثقيلة. حلو حلو. جهزنا الطابي الثاني، راح احط عليه الزبدة وابدأ اسوي اللحمة لين ما التشيز البيض كامل ينخلطون مع بعض، لين ما التشيز البيض كامل ينخلطون مع بعض. اللحم كل واحد يسويه بطريقته، في ناس يحطون اللحمة يخلون الموية كاملة تطلع منها بعدين يضيفون البصل واللحم، في ناس يسوون العكس. أنا مرة أسوي كذا مرة أسوي كذا، كلهم أسويهم. وهنا البصل
خلصت بنات أبشركم، بربستي خلصت، بربست إلين قلت آمين. بس لو تذوقون الأكلة، لو تشمون الريحة بس. تجهز. أوكي بنات، حطيت طبقة من البشاميل، بعدين طبقة من المكرونة، تكون رقيقة جدا، ما أحب أكثر هذه الطبقة مرة، بس يعني أملي الفراغات، عرفتوا؟ أوكي بعدين آخذ اللحمة المفرومة والصينية والصفرة كامل. الفراغات. بعدين بنات طبقة المكرونة، وبعد كونوا حريصين إن ما تكون كمية المكرونة مرة كثيرة، أنا أحبها تكون مرة جوسي، وأحب الصوص يكون هو اللي غالب على المكرونة، ما أحبها ناشفة. حطوا أي نوع بهارات أنتم تحبونه، أنتم أحرار. أوكي بعدين آخر شيء وخلص، وصلى الله وبارك. الحين بروح أسوي صينيتي. تحطوا أي نوع. أمشي مع خالتو. الله. المفارش بالعموم لونها وايت وبزيادة وبلين، ما أدري وش جايني الحين، عاد طرف بالي أغير. هذا من أحد المفارش الصراحة اللي عجبوني، أوريكم واحد ثاني بعد كده أحس يغير نفسية. إيش هذا جاز لي، هذا عجبني، هذا اللي باخذه. أحس كذا التغيير من باب التغيير عن الأبيض، أبيض 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 كل درجاته حلو. أكثر الأشياء اللي أحس أحتاجهم هالفترة ويحتاجون تغيير كل فترة. أخذت كل الألوان كذا العملية والكلاسيك، بس هذا مو عملي لأني أحبه بس.